8 من كل 10 أشخاص بيجوا لي العيادة بيشتكوا من نفس المشكلة، يخس 10 كيلو ويرجع يتخنهم تاني. والحقيقة إن الموضوع ده مش ضعف إرادة من الشخص خالص زي ما بيقعدوا يفهموكم. الموضوع ببساطة إن جسمك متبرمج إن هو يرجعك لوزنك القديم اللي أنت أصلا بدأت بيه الدايت قبل كده. علشان كده كل مرة بتحاول تبدأ فيها دايت تلاقي جسمك بيوقف الحرق ويبدأ يشدك لورا ويرجعك لوزنك القديم غصب عنك. وأكتر حاجة بتوجع الناس جدا هي نبرة الإحباط اللي بشوفها فيهم وإحساسهم وشعورهم إن عمره ما هيرجع يخس تاني. طب هل فعلا مفيش امل ومفيش حل في الموضوع؟ لا طبعا في امل كبير جدا وتقدر ترجع تخس بشكل صحي خالص. هتطبق معايا الخمس نقط اللي انا هقولك عليهم دول. رقم واحد، تغيير كامل للعادات الغذائية زي التسالي الكتير بين الوجبات والأكل بالليل وإدمان الحلويات عمال على بطال. رقم اتنين، النشاط البدني حتى لو ربع ساعة مشي بس يوميا. رقم تلاتة، زيادة نسبة الخضار والبروتين بشكل عام في النظام حتى لو هتزود سعراتك مؤقتا، لأن هو ده اللي هيخلي حرقك يعلى وجسمك يخسر دهون. رقم أربعة، مفيش مانع إن أنت تلجأ لحاجة تساعدك زي الأدوية الآمنة وتكون تحت إشراف طبيب. وأنا لو هرشح لكم حاجة وتكون طبيا آمنة بس لازم تستخدم تحت إشراف طبيب، هي عيلة الجي ال بي 1 أجونست أو أدوية الأوزيمبيك والمونجارو. رقم خمسة، هي الهدوء والاستعانة بالله وفكرة الصبر على المدة الطويلة بتاعة الدايت. لو وزنك بينزل ويرجع تاني كتير ابعت لي كلمة تثبيت في الكومنتات أو في الرسائل وأنا هقول لك تبدأ منين.